السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله النهارده هعمل معاكم الممبار. افضل خلطات من الممبار اللي هي نيه في ني. طول عمرنا بنعمل اللي احنا بنسبك لها طماطم كده حلوه برده، بس دي افضل منها كمان. معايا هنا الرز اصلا مصفيه كويس، ومعايا طماطم انا فرماها او تبشريها زي ما انت حابه، او تقطعيها قطع صغيره، المهم ما تضربهاش في الخلاط يعني. ومعايا كمان بصل انا فرماه في الخلاط وعاملاه حتى عليه كمون وملح وفلفل، وعاملاه بايدي كده معصره بايدي. مش بطلع منه ميه ولا حاجه، بس بتطلعي الريحه بتاعته، يعني بتظهريها. والطعم بتاع بندبله شويه بندبله. معايا معلقه كبيره كمون، معلقه كبيره فلفل اسود، ومعلقه كبيره كزبره. ومعايا طبعا الخضره. حطي كميه الخضره اللي انت بتحبيها، في ناس بتحب الخضره كتير، ناس بتحب شويه، اللي يعجبكم. وكمان معايا زيت، هنحط عليها زيت يعني تقريبا ممكن مقدار كوبايه زيت، لان انا بحشي الدهون بتكون من جوه، والممبار بتاعي في ده. هنحط ملح. انا حاطه ملح على البصل، بس هحط كمان شويه. هقلب الخلطه دي مع بعض. لو عندك صلصه حط شويه صلصه، ما عندكيش خلاص هي تكفي، بس انا عندي شويه صلصه احطهم. اقلبهم. الخلطه اللي زي دي اللي ني في ني تنفع البتنجان، تنفع للكوسه، تنفع الممبار، بس ما ينفعش نعمل بها ورق عنب او كرنب. ما جربتهاش بصراحه وما اعرفش، بحس انها هتبقى فيها ميه، بيبقى فيها ميه زياده شويه عن الخلطه التانية. هناخد جزء بقى من الخلطه. ده الممبار بعد ما غسلته ووريته لكم وشيلته بقى، حطيته في المصفى كده، وايه، ونشتغل بيه ونصفيه كويس ونشتغل بيه. نعبي الممبار بقى. انا بعمل كده، بحط رز هنا كده. دي طبعا لما احنا بنحط كده البصل والطماطم دي بتسيب فروق من جوه، فده بيسهل معانا الممبار بتاعنا ما يفتحش ولا يطق ولا اي حاجه من دي ان شاء الله يعني. كده تمام. انا باخد رز شويه شويه في حاجه زي ما انا بعمل كده واشتغل فيهم. ما تشتغليش في الرز كله، عشان لو فاض منك رز، الرز اللي فاضل يبقى نضيف، ما هوش زفر من الممبار. في ناس في طريقه تانية بيعملوا بيها اسرع من دي، بس كل واحد طريقته بالنسبه له اسرع. يعني انا جيت جربت الطريقه اللي هم بيقولوا عليها غير دي. تقريبا بتعملي بصبعين كده وبتحطي بالصابع التالت. نحس ان هو معانا زياده، نمشي الاول لحد الاخر، وحسينا ان في زياده بنطلعها كده. بعد ما خلصت محشي، حطيت حله على النار، حطيت فيها بصلايه وورق لورا وحبهان، حط فيها شويه كمون وشويه فلفل اسود وشويه ملح، واسيبها لحد ما تغلي، وبعد كده هنزل فيها الممبار كده. بعد ما عبيت الممبار كله اهو، مجهزه بقى. الميه هنا بتغلي بقى خلاص، نبدا ننزل بالممبار، نمسح واحده واحده وننزلها. يعني ايه نمسح واحده واحده؟ يعني نمسك الممبرايه كده، ناخد معلقه لو عليها رز زايد ولا عليها حاجه ونحطها كده كله بقى.
دي بقى اخر واحده نحطها، اللي هي بتطلع التخينه دايما في الممبار دي. ننزلها بس تحت كده، واوريكم الممبار اول ما بينزل بياخد وضعه، بيلف لوحده من غير ما نلف ومن غير اي حاجه. هنسيبه على النار يعني تقريبا من ساعه. طبعا النار بتاعتنا اول ما بيغلي بنخلي النار برده بتاعتنا وسط، دايما اكلنا يكون على وسط، نار وسط. وبعد كده نسيبها تقريبا ساعه، وبعد كده نمسك الممبرايه ونشوف السوا بتاع الممبار. لو ضغطنا على الممبرايه، بصوا هنا اهي، نضغط عليها اهي. لو ضغطنا عليها وقتها بقى ولقينا الرز ده بيسحب من تحت ايدينا كده وبقت ناعمه، يبقى خلاص احنا دخلنا فيها على سوا كده. نتابعها برده وناخد بالنا منها. هنا بقى بعد ما يستوي، شايفين الكبير ده بقى قد ايه؟ بصوا اضغطوا عليه، الصباع بيعلم مكانه. نجيب واحده من هنا نضغط عليها، ده اللي بتكلم عليه كده. يبقى هو خلاص استوى كده. بقى نبدا نطلعه في مصفى وبعد كده نحمره. هنا بقى الممبار وجماله بعد ما بيستوي، وريحته بقى ريحته حلوه جدا يعني. بصوا مفيش اي ريحه من اللي احنا بنشمها للممبار بعد الغسله المتينه اللي احنا عملناها ليه، ولا اي ريحه ولا اي زفاره ولا اي حاجه. كده بقى لما خلصنا وحمرنا، شويه ملح بكمون فلفل اسود كده ونرش عليه وتمام. اوريكم من جوه